سوبر في لعب الضربات الرأسية. يعني مثلا بص الهدف ده، تجربة كنت بطالب بيها من أكتر من موسم، وسام أثبت نجاحها والكل يبصم على ده. طب ليه ما نفكرش نعملها تاني؟ ينضم لاعب أو اتنين من أصول فلسطينية بتأسيس وإمكانيات أوروبية، منها هيتم قيده كلاعب مصري، ومنها دوافع مختلفة ولاعيبة بتأسيس مختلف. أعتقد الكل متفق إنها فكرة مميزة، وهنا لازم يجي دوري. الحلقة بعنوان 3 لاعبين سوبر للأهلي من أصول فلسطينية، وده الجزء الأول. وعد مني هتشوف كواليتي مختلف، 3 مراكز إضافة كبيرة من ضمنهم بديل تاو ومهاجم مرعب. فواحد الله صلى على النبي واعمل لايك، ويلا بينا نبدأ الحلقة. رقم 1 معانا النهاردة تابعته من أكتر من موسم، اتكلمت عنه وكانت قيمته التسويقية 200,000 يورو فقط، واللي متابعني بشكل جيد هيعرف اللاعب. كلام عن يوسف صالح، اللاعب الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية، مواليد 2000، عنده 22 سنة، بيلعب في مركز المهاجم رقم 9، وطوله 1.95 سنتي، يعني مهاجم طويل، وده إن دل على شيء يدل على ضربات رأسية فعلا قوية جدا. وقيمته التسويقية حاليا 1,800,000 يورو. يوسف بدأ في الدوري الدنماركي مع نادي إيلروب، اتأسس هناك وتم تصعيده في موسم 2021، ولأنه لاعب مميز تم تصعيده وهو عنده 19 سنة فقط، واثبت انه مهاجم واعد جدا. سجل 7 اهداف وصنع 3 الموسم ده في 15 مباراه فعليه، ثم انتقل بعدها لاكتر من فريق في الدوري الدنماركي الدرجه الاولى. وافضل موسم ليه كان موسم 22-23، وكان بيلعب وقتها مع فريق اسمه كوج الدنماركي، والموسم ده حرفيا كان بيقدم مستوى هايل وبيسجل بتنوع رهيب زي ما انت شايف كده. لعب 24 مباراة، سجل 15 هدف وصنع هدفين. انتقل بعدها لنادي بريفلين البلجيكي اللي بيلعب في دوري الدرجة الأولى، ولكنها تجربة فشلت فشل ذريع. لعب 19 مباراة، سجل هدف وصنع هدف، وعدد الدقايق بتاعه كان فعلا ضئيل جدا، وما كانش بيشارك بعدد دقايق كبير وقتها، علشان في يناير بعد رحيل وسام ابو علي من سيريوس يقرر النادي السويدي انه يكون بديله يوسف صالح، وبالفعل تم التعاقد مع اللاعب بقيمة 600,000 يورو. وهنا اللاعب انفجر في الدوري السويدي حرفيا، وكان هداف الدوري في فترة من الفترات، وحاليا هو تاني هداف الدوري بفارق 3 أهداف فقط. لعب 15 مباراة حتى الآن، سجل 10 أهداف وصنع هدف، وبعد 8 شهور فقط بتزيد قيمته من 350,000 يورو ل 1,800,000 يورو. انت متخيل؟ لو اتكلمنا عن مميزات اللاعب، يوسف واحد من اقوى المهاجمين اللي قادره تدخل صراعات بدنيه داخل الصندوق قويه جدا، يمتلك قوه جسديه ممتازه، طول هايل، سوبر في لعب الضربات الرأسيه، وبشوف انه افضل من وسام في الجزئيه دي تحديدا. يعني مثلا بص الهدف ده، دايما بياخد الاستباقية ويوجه دماغه ويسجل اهداف فعلا مميزة. مهاجم تحركاته هايلة داخل الصندوق، واعي لتمركزه وقادر يعمل فولو على اي كورة بترد من الحارس. كمان خارج الصندوق لاعب مفيد جدا، مش اسرع حاجة ولكن الدريبل بتاعه جيد، مسدد هايل برجله اليمين او حتى الشمال. هو فعلا لاعب جيد جدا، واعتقد انه هيكون اضافة كبيرة لو انضم للنادي الاهلي مع وسام ابو علي. اللاعب التاني اسمه احمد قاسم، واحد من اهم مواهب الدوري السويدي. لاعب يمتلك امكانيات فعلا مميزة جدا، ويقدر في المستقبل يقدم جودة أعلى من كده بكتير. عنده 21 سنة، بيلعب وينج ليفت وينج رايت، وقيمته التسويقية 1,800,000 يورو. أحمد بدأ مع نادي موتالا السويدي، بدأ هناك وانتقل منه إلى نادي ألفسبورج السويدي اللي بيلعب في الدوري الممتاز. شارك مع الفريق بشكل تدريجي من موسم 2021. أول موسمين لعب 17 مباراة بما يعادل 4 مباريات فقط، سجل هدفين وصنع 3، وبعدها بياخد وقت أكبر في موسم 22-23. لعب وقتها 28 مباراة بما يعادل 15 مباراة فعلية، سجل هدف وصنع 4، وبدأ يظهر بشكل أفضل الحقيقة علشان في موسم 23-24 يلعب 17 مباراة في الدوري السويدي بما يعادل 11 مباراة فعلية، وكان مؤثر جدا مع الفريق الفترة دي، وقدر يسجل 4 أهداف وصنع 2، وده كان أفضل موسم ليه مع الفريق، وأصبح لاعب مهم جدا وبياخد وقت أكبر. الجميل في الموضوع انه لاعب صغير، وبقاله 3 مواسم بيلعب في مستوى عالي في الدوري السويدي، ولسه عنده 21 سنة فقط، وده ان دل على شيء يدل على هامش تطور كبير في المستقبل. احمد قاسم وينج يمتلك مهارة فردية جيدة، بلاي ميكر، عنده رؤية واستكشاف عالي، مسدد جيد على المرمى، ولكنه محتاج يشتغل اكتر على الجزئية دي. لاعب سريع ويقدر لو استلم على احد الجناحين يكون عنده حلول فردية هايلة، ولكن بالمقارنة مع البيك بتاع تاو، اكيد تاو اعلى كتير، بس احمد قاسم مبشر جدا، ويقدر مع الاهلي يكون انضج ومستواه يكون اعلى نظرا لسنه، وبشوف انه يقدر يكون موجود ويكون معاه وينج مختلف زي رضا سليم، وهيكون في تنافسيه كبيره في الملعب. هو فعلا لاعب جيد وعنده هامش تطور فعلا هايل. اللاعب الثالث بشوف انه تجربه مختلفه، والارقام في احيان كتير مش بتكون دلاله على الموهبه، وده اللي ينطبق على كميل جبارة.
اللاعب ده واحد من احرف لاعبي الدوري السويدي، وتقييمي عنه انه يقدر في المستقبل يكون جناح مميز جدا، لانه يمتلك الموهبه والامكانيات اللي تخليه يوصل لمكانه كويسه. كمان لاعب سويدي من اصول فلسطينيه، مواليد 2003، يعني عنده 21 سنه في الوقت الحالي، طوله متر 83 سم، وبيلعب وينج ليفت وبعض الاحيان وينج رايت او حتى شادو سترايكر، وبيلعب حاليا مع نادي الفسبورغ السويدي وقيمته التسويقيه 350 الف يورو. كميل بدأ مع نادي لاندسكرونا السويدي وتأسس هناك وتصعد للفريق الاول في موسم 2021، وكان من اصغر اللاعبين في الدوري وقتها، 18 سنه فقط، ولعب عدد مباريات كبير الموسم ده 27 مباراة بما يعادل 20 مباراة فعلية، سجل 3 أهداف وصنع هدف. الموسم اللي بعده لعب 13 مباراة، سجل 3 وصنع 2، وكانت أهدافه فعلا مؤثرة جدا، علشان بعدها ينتقل لألفسبورغ السويدي بقيمة 450 ألف يورو، ولعب في موسم 23-24 12 مباراة، ولكن بعدد دقايق ضئيل جدا، 336 دقيقة فقط، يعني تقريبا أقل من 4 مباريات، وما سجلش ولا صنع، والتجربة حتى الآن مش أفضل حاجة. بشوف إن فكرة التعاقد مع اللاعب ده سهلة جدا بسبب ظروفه مع الفريق، وأعتقد إنها مش هتكون مكلفة للنادي الأهلي. طب يا طوفان، هل يقدر يضيف للأهلي؟ بص، بشوف ان كميل لاعب يمتلك موهبه جيده جدا، مراوغ هايل، يمتلك سرعه كبيره، وفعلا واحد من اسرع الاجنحه اللي ممكن تشوفها، مسدد هايل على المرمى رغم ان فعاليته مش كبيره، ولكنه دايما بيفضل الصناعه، وعنده دقه اوفرات فعلا ممتازه، وكان قادر يصنع اكتر من فرصه هدف خطيره جدا زي الفرصه اللي قدامك دي، مش عارف ضاعت ازاي. بالاضافه لجزئيه مهمه جدا، اللاعب ده لما بيلعب شادو سترايكر بيقدر يستغل المساحه بشكل هايل، وتحركاته ما بين الخطوط فعلا ذكيه جدا. هنا بيتحرك بشكل هايل ويستلم الكره ويكمل ويسجل هدف. تاني بيتحرك ما بين السنتر باكين بسرعه كبيره ما شاء الله، ويكمل ويسدد ويسجل هدف. وانا بشوف انه لاعب ممتاز جدا في المساحات، وقادر يشكل خطوره كبيره وحل مناسب في احيان كتير. قد ينقص الفعاليه اكتر مع المرمى، ودي اكيد هتعلى عنده لانه لسه 21 سنه، لازم يشتغل بدنيا وجسديا بشكل اكبر، لانه بيخسر التحامات الحقيقه كتير جدا، ودي بتخليه ما يقدرش يطلع افضل حاجه عنده، لان طبعا لازم يكون لاعب قوي جسديا، قادر يلتحم، قادر يدخل صراعات فرديه. لو اشتغل على الجزئيه دي هيكون لاعب مميز جدا، جناح مهاري سريع، صغير في السن، قيمته التسويقيه مش عاليه، وظروفه مع النادي بتاعه تقدر تقول كده سهل التعاقد معاه، وانا بشوف انه فعلا لاعب عنده مستقبل واعد جدا. وبس يا سيدي، 3 لاعبين في 3 مراكز مختلفه، صغيرين في السن، تأسيس أوروبي، وإمكانيات فعلا مبشرة. أبرزهم حاليا المهاجم يوسف صالح بحيث الفعالية، ولكن الثنائي عنده إمكانيات فعلا مبشرة. مش عارف أنت بتشوف مين أنسب لاعب ينضم الأهلي حاليا، وده أكيد هتقوله في الكومنتات، ولكني بشوف إن الثلاثي عندهم مستقبل كبير، وهنرجع بعد موسم أو 2 من دلوقتي نتكلم عن تألقهم في أوروبا. فأتمنى النادي الأهلي يفكر في لاعب أو 2، لأنهم فعلا يقدروا يقدموا إضافة لسكواد النادي الأهلي في الموسم الجديد. أتمنى الترشيح يكون جيد وأكون موفق، ودي مش القصة الكاملة، لسه الملف مكمل، والجزء التاني متوقف على التفاعل مع الحلقة دي، عاوزين نوصلها 2000 لايك علشان ننزل الجزء التاني ان شاء الله. هستنى الكومنت بتاعك وتقولي تتمنى مين فيهم يكون في الاهلي. واخيرا اتمنى قبل ما تقفل الحلقة يا ريت توحد الله، لا اله الا الله، وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يجيلك تنبيه بكل الحلقات الجديدة. واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحة الرسمية على فيسبوك اللي اسمها اسس، وده بيدج جديد هننزل عليه حاجات كتير جدا الفترة اللي جاية، فخش اعمل فولو وتابع الجديد اول باول. الحلقة اللي جاية فعلا مميزة، فانتظروها لانها فعلا تستحق الاهتمام. نتقابل بخير، سلام.